اتأخرت كده ليه؟ والله كنت في الشغل لسه طالع. ربنا يقويك. عامل ايه دلوقتي؟ كله تمام. ايه القعده ده؟ شفت ايه رأيك؟ جامده. قلت بدل ما نتغدى في البيت قلت لا، خلينا نتغدى بره احسن. مالك؟ والله كان في حكايه كده كنت عايز احكي لك عليها. في ايه؟ احكي لاختك. بس انت اختي الكبيره وما مخبيش عليك حاجه. ايوه طبعا، فرحني. بصي يا دعاء، انا كنت بحب واحده في الشغل وبتاع. احلف. والله استنى. انت بتحب؟ قولي في ايه، مالك يا ولا؟ الحب بيضحك مش في ايه يا ولا؟ شفت واحده في الشغل وبتاع حبيتها. اهدى بس. واللهم ادينا بالشهاده. الكلام ده من زمان بس كنت مخبي عليك يعني. تمام. ورحت سالت الناس عليها يعني، وصلت عرفت مكانهم فين ورحت سالت عليها، بس الناس قالت لي ليه شمال. ايه اللفظ ده يا محمد؟ هو ده اللي قاله له والله. لا بص يا محمد، انا عايزه اقول لك على حاجه. مش انت اخويا حبيبي؟ يعني انت اخويا الصغير اللي انا مربياك على الاصول. صح. اولا كلمه شمال دي انا ما اسمعهاش تاني خالص، حتى لو كانت اتقالت لك، حتى لو كانت البنت كده. الكلمه دي كلمه وحشه جدا، وكلمه وحشه جدا عند ربنا. ده ربنا ستار حليم. الناس دلوقتي بتتكلم على البني ادم سواء كويس او وحش، وانت ازاي تاخد اصلا بني ادمه من ناس عارفينها من بره من غير ما تدخل بيتها؟ ما هو ممكن تسأل عليها بره الناس. في ممكن اللي يكون حقودي، وفي منهم اللي يكون عينه منها وعايز يوقف حالها، وفي منهم اللي شايفها انها حلوة قوي ومتغاظ منها. ازاي انت اصلا تسمع كلام حد بره وما تدخلش بيتها وتشوفه؟ يا ابني ده انت حتى لو دخلت بيتها وشفت بيتها ولقيت اهل بيتها ذات نفسهم فيهم حاجة غلط، ما تقولش عليها كده طالما البنت كويسة ومحترمة وبتثبت عكس الكلام ده. معلش بقى يا محمد، احنا مش كاملين كلنا. هو احنا مش بابا وماما الله يرحمهم كانوا منفصلين؟ انا اتجوزت لغايه دلوقتي، بس اعتبرتك ان انت ابني واخويا وجوزي وكل حاجه، وسبت كل حاجه عشان خاطرك. في منهم اللي اتكلم عليا، وفي منهم اللي شافني وحشه، وفي منهم اللي قال لا ده بابا ومامتها منفصلين وعندهم مشاكل. انا ليه اتاخد بذنب الاهل اللي حواليا؟ انا ما اخترتش امي وابويا ولا اخواتي، بس اقدر اختار جوزي اللي يبقى اب لعيالي، وانت تقدر تختار مراتك اللي تبقى ام لعيالك. فعلا يا دعاء كلامك صح. بس خلاص بقى، يبقى نروح لها ونعرفها بقى زي ما ربنا ما قال ان احنا نعرف البني ادمين في بيوتهم، نروح ونلبسها دبله وتعرفها في العلن، والناس كلها تتفاجئ بقى بان انت اتخطبت، وتعرف البنت زي ما ربنا قال. صح. ما تحكموش على بنات الناس، لان انتوا زي ما انتوا ما بتحكموا ربنا هيجعلكم في وقت في يوم من الايام تبقى انتوا برضو الناس تحكم عليكم، ويوم ما هتحكم هتظلمكم ظلم بين محدش هيعرف يطلعكم منه. وما تاخدوش يعني نصيحة للراجل، ما تاخدوش البنت عن طريق اهلها لان في اهالي مش كويسة فعلا والله. وما تاخدوش الولد عن طريق اهله لان في اهالي برضو مش كويسة. عاشروا وتعاملوا بالمعروف زي ما ربنا ما قال، وادخلوا البيوت من ابوابها في العلن مش في السر عشان ربنا يكرمكم.